إيه الحل لو وقعتي في حب راجل نرجسي؟ إجابتي بكل وضوح: أفضل حل هو الانسحاب والابتعاد عنه. العلاقة مع شخص نرجسي مؤذية وغير صحية، وبتستنزفك عاطفياً ونفسياً لحد ما تلاقي نفسك مش انتي. ليه الانسحاب هو الحل؟ غياب التعاطف. النرجسي ما يعرفش يعني ايه يحس بألمك أو يقدره، كل اللي يهمه ازاي انتي تخدمي احتياجاته. مفيش تفجير. النرجسية اضطراب في الشخصية، مش مجرد عادة وحشة، ونادر جدا يعترف انه عنده مشكلة أو يحاول يتغير. تدمير الذات. طول ما انتي مكملة، ثقتك بنفسك بتنهار، بتعيشي في شك وقلق واكتئاب على أمل كذاب انه يتغير وهو عمره ما هيحصل. طب تعملي ايه عملياً؟ 1. اعترفي بالواقع. أول خطوة تعترفي إن العلاقة دي سامة وإنه مش هيتغير، ده الوعي اللي هينقذك. 2. ابني نظام دعم. اتكلمي مع أصحابك أو أهلك، ما تواجهيش ده لوحدك. 3. حطي حدود. لو مضطرة تتعاملي معاه بسبب شغل أو أطفال، خلي التواصل في أضيق الحدود وما تجريش وراه في نقاشات عاطفية أو محاولات تلاعب. 4. اطلبي مساعدة متخصص. معالج نفسي هيساعدك تفهمي طبيعة العلاقة ويديكي أدوات للتعامل والتعافي. 5. الانسحاب أصعب وأهم خطوة. ابتدي خطة تبعدي بيها تدريجي أو فوري حسب وضعك، بس الأكيد إن ده الطريق الصح. الخلاصة: الحب مش كافي عشان ينقذ علاقة مع شخص نرجسي. الأهم هو صحتك النفسية والعاطفية، دول لازم يكونوا الأولوية قبل أي حاجة. اشترك في القناة، فعل الجرس، وخليك دايما فاكر: الوعي بداية الحرية، والحرية تستاهل إنك تسعى ليها.